6 أسس لو مشيت عليهم هتبقى إنسان مميز وناجح وسوي، من كتاب مميز بالأصفر. طب اشمعنى الأصفر؟ هقول لكم في الآخر. 1. الإحسان، مساعدة الناس بيجيب لك الخير والسعادة. حب الخير للناس، اسمع مشاكلهم وحاول تحلها، ولو ما قدرتش يبقى كفاية الطبطب. رقم 2. الكرم. الكرم مش بس بالفلوس، كرم الأخلاق مهم. ممكن التسامح والعفو يبقى كرم أخلاق، وممكن تقبلك لشخص عصبي عزيز عليك يبقى كرم منك. رقم 3. المتعة البسيطة. السعادة ما بتتحصرش في الفلوس أو العيش برفاهية، لكن السعادة هي الشعور بالرضا والفرح بالحاجات البسيطة. أهلك، أصحابك، شغلك، السعادة بصحتك، فرجتك على فيلم حلو بتحبه مع فشار، كل دي متعة بسيطة لكن تأثيرها على النفس كبير. 4. التوجه الذهني. فكرتك المسبقة عن الأشياء هي اللي بتأثر على رأيك في الحاجات اللي قدامك دلوقتي. يعني انت لو حاطة في دماغك فكرة ان الرجالة كلهم وحشين من خبرة بقى سابقة او من اللي بتسمعيه في حياتك من اللي حواليكي، وخلاص لزقتي الفكرة دي في دماغك، والله لو جالك مين مش هتغيري رأيك، وهتفضلي قاعدة له كده على الباب مستنية فين المقلب. يبقى لازم توجيه الذهني يكون إيجابي على قد ما تقدري علشان تعرفي تعيشي حياتك. 5. الزواج. تزوج عندما تنضج. والنضج هنا مش معناه انك بتشتغل شغلانه كويسه وتقدر تفتح بيت وتصرف عليه، ولا انك كبرت في السن ولازم تتجوز. النضج هنا الوعي الكامل بمسؤوليات الجواز. واخد لي بالك؟ احتياجك لشريك حياه يزعل معاك ويفرح معاك. الجواز حياه سعيده، اسره سعيده، ابناء ناجحين. رقم 6. الابوه. بعد ما حققت الشروط ال5 اللي فاتوا بتاع ازاي تكون انسان ناجح وسوي، تيجي اخر خطوه هي الابوه. والخطوه دي لازم تكون انت مستعد ليها بالخطوات اللي فاتت. انت مش هتبقى اب وخلاص، ده رزق من ربنا لازم تحافظ عليه بالحب والرعايه والاهتمام، مش اي حاجه وخلاص. وربي ابنك او بنتك على الاسس ال5 اللي قلناهم قبل كده علشان هما كمان يطلعوا ناس سويه. ولو عملت كل ده هتبقى مميز بالاصفر. وعلى فكره اللون الاصفر عشان ده لون الحكمه والذكاء. ها، لونك اصفر ولا لا؟